ده في ناس عايشة معايا فيه، فلازم كل شوية أفضل أظبط كده في الحاجة ده. السلام عليكم. إن شاء الله ده أول فلوج. ناس كتير بتعمل فلوج أنا عارف، وبقى أي حد يعمل فلوج، بس في فلوجز يعني ليها معنى وبتفيد الناس. في فلوجات تانية ايه ده، ايه اللي انت، انا مالي انا باللي انت بتعمله ده. هحاول ان شاء الله اعمل حاجة الناس تستفاد منها. do it yourself، اعمل بنفسك. يعني انا مثلا انا كمصور وكده حاجات كتيرة اوي للكاميرا عايز اعملها، مثلا زي السلايدر اللي هو بيخلي الكاميرا تمشي كده كده، تيجي يمين وشمال. عايز اعمل كرين تصوير، هحطلكوا الصورة بتاعته من دلوقتي. السلايدر خليكوا بقى هرسم لكم رسم كروكي كده، مش حلو اوي في الرسم يعني كده. صورة هي تبقى كده هتبقى كده بالظبط. المسارتين هنا مثلا، والكاميرا هتفضل ماشية كده كده. فاللي هيمشيها دي اجيب حتة حديدة تقريبا تبقى ستانلس او حديد رقيق، وبعد كده اقوم جاي تانيها من هنا اعملها كده، واجيب من هنا مسمار ومن هنا مسمار ومن هنا مسمار ومن هنا مسمار. هعمل بقى جوه المسمار ايه، انا هصوركم هرسم لكم مسمار دلوقتي هيبقى ايه اللي جواه. يبقى مثلا مسمار كده بتاع هي الحديدة ده المسمار هيكون نازل في الحديدة اللي هي الورقة اللي انا عملتها دلوقتي كده. وهيكون في ايه بقى هنا، هيكون هنا دي هتبقى رمانة بيلي بتاع كده مدورة. انا دلوقتي جبت الخشبة بس يا حبيبتي. دلوقتي جبت الخشبة اللي هي هتحط عليها المواسير دي وتتثبت عليها، بس بقى مفيش غير مكان واحد بس اللي ممكن اعمل فيه الكلام ده، بلكونة. سلام على البلاستيك، مريح خالص. ايه يا ابني، ايه الاخبار؟ حلقت. الله يا سالم. عامل ايه؟ الحمد لله. اركب اللجر. عايز تبقى فلوجر مش عارف تدخل المفتاح. اللجر فاشل، بس اهم حاجه كده. هنروح دلوقتي محل حازم الصديق. فلوجر استبرك فلوجر جامد البراند الاسلامي. استاذ عباس العقاد، نصر الطيران. يعني ايه، احنا نجرب حظنا الاول. نروح بتاع اللي هو اصل مكرم دي كان ألقى بجوار مسجد بلال بجوار ايه. ما انا عارفه ده يعني، مش انا بس. يا لهوي يا جدعان، بصوا البلاعه عامله ازاي يا جدعان. تعرفش ازاي دي تتعدى يعني. ايه ده، لو واحد بالليل مثلا ما يشوفش. لا يا افرض بقى واحد ماشي سريع جدا فاهم، وانا جاي بعدها كده تين يحميني بقى. تقريبا كده وصلنا تقريبا. ايه ده، مش هو يا عم، مش راجع بس اهو. الناحية الثانية اهو. يا جماعة استبرك ان شاء الله يا جدعان. ان شاء الله محل شكله جميل جدا يعني، ما شاء الله الناس كتير يعني، حاجة جميلة جو. ينفع يشخبطني عليه؟ بس تشخبط لك احلى شخبطه في العالم. بس ما بتحطلوش انت بتاع فاهم.
اشتري بطاريات. مش ده القلم ده خالص. ايه ده؟ موجود يا عم عند اي موال. قدام صندوق ايه ادور عليه. اي موال، اي واحد بتاع ابويا موجود. على بكره بقى عشان حلوه. لا بس جميل الانوار دي، بص خليها جميله جدا يعني. لا حط دول اصلا، حط ركزش معايا. انا كنت داخل اصلح شعري وخارج اصلا بس حالي حلو. ها جميل. يلا امشي. لا قول. مفيش مشكله. ايه الاخبار؟ السلام عليكم. الحمد لله انا زي الفل، كله تمام الحمد لله. مبروك يا حازم، ربنا يوسع عليك ويبقى اول محل في سلسله كبيره لاستبرق. استبرق فكره تستاهل ان الناس تفكر ايه هي وتدور وراها وتشتريها. لا ده ما هو خش اسلم عليه جوه في المحل. وفي الاخر ربنا سبحانه وتعالى يعني كريم واكرمنا، وانا مبسوط اكن المحل بتاعي والله العظيم. بس وانا عايز اقول لك يا حازم ان انا خدت سويت شيرت كده ماشي. هو ده خدت سويت شيرت، خدت سويت شيرت بناتي ولسه ما دفعتش فلوسه، وخدت جنيه باقي عشان والله العظيم. فشكرا يا حازم، انا اعتبرته هديه، جزاكم الله خيرا. شكرا يا حازم. انا طالع عندك كده كويس. ده حلو. انت اسمك عبد الرحمن احمد سالم خلاص. انا اسمي احمد سالم خلاص. عشان يا جماعه الكاميرا بتاعت عبد الرحمن سالم يعني، واحنا قاعدين نقول لحازم من الصبح، بس خلينا نقول كلمتين في المفيد. واحد سخني جدا عشان هو ما شاء الله في خلال سنه البروجرس بتاعه كان سريع قوي، يعني التطور بتاعه كان سريع جدا. اتنين انا فرحان له جدا اكني والله العظيم المحل ده بتاعي، يعني حاسس ان هو خطوه كويسه. وباذن الله انا قلت له النهارده، قلت له سنه كمان عايز اشوف فرانشايزنج بقى على مستوى مصر ومستوى العالم ان شاء الله. عايز اقول لحازم الف مبروك بقى جدا. حازم بالنسبه لي شخصيه هو جامد. هو في الحقيقه حازم جامد، لانه حلم الحاجه واشتغل عليها، والنهارده حسيت ان هو لا هو عمل براند. يعني دايما اقول على حازم انه على عكسنا، احنا عندنا قاعده كبيره قوي بس اللويالتي فيها يعني احساس الناس بانهم منك مش بالقوه دي. حازم لا، حازم عنده القاعده قد تكون اقل، لكن مع القاعده الاقل دي هو قادر انه لا كل دول لويال. يعني انا عندي مش عارف كام الف فيهم لا حبه قليلين لويال، لا حازم لا، الخمس 6000 بيتفرجوا عليه هم 5000 واحد بيحبوا حازم، هم اللي جم بيفكروا بالظبط كده، بيحبوا حازم، بيفكروا في حازم، هيتحركوا لحازم. لا يعني الفكره دي اصلا جامده جدا. فعايز اقول له مبروك على الصبرق، وان شاء الله يعني اول حاجه من مليون حاجه ان شاء الله. ربنا يا رب يوفقه ويوصله لحلمه اكتر واكتر ويديله اكتر من هو يتمناه يا رب. امين. الراجل ده برضه معاه كاميرا انس، الاثنين حلوين معانا، معدات حلوه يعني طبعا ان شاء الله. انا هقول لك يا عبد الرحمن حاضر، لكن بقى عايزين عشان ما نروحش اللي هو ايه اي محتوى اهبل نعمله. واحد معاه كاميرا ممتاز. بدل ما انا اقول لك انا عايز اعمل اسماء الله، عايز اعمل اسماء الله، عايز ازرع هاشتاج جديد، عايز اظبط الموضوع، عايز اقول لهم مره ثانيه اظبط الدنيا وخلص ان شاء الله 99. في مكتب حلو بتاع جوباص. طيب بس هل في تصوير؟ قصدي اضاءه. مش عارف في معانا اضاءه، معانا وحدات اضاءه. خلاص جامد جدا الحوار ده، يعني جوباص عنده كان حلو. طب تمام، احنا معانا اضاءه ومعانا معدات برضه. الشهرة ابتلاء من عند ربنا، صح؟ انت ممكن تستغله بطرق كتير جدا. كل واحد في ناس استغله بطريقة، في ناس استغلته ان هي تنفع نفسها وتنفع الناس، ناس استغلته ان هي تطلع تسف على البتاع. يعني انت عندك ناس مشهورين اكتر من 60,000 مرة، صح؟ حياتهم عبارة عن ايه؟ بيكسبوا اكتر مننا بكتير. احنا بقى بنبني بنى تاني خالص، بنبني مستقبل وبنبني شركات وبنبني حاجات. ممكن تكون شهرتنا مش واو ومش بس قدام احنا بنبني. حازم النهارده مثال اهو، حازم كان اقل الناس معرفه، ما حدش عارفه كتير. حازم النهارده بغض النظر عن عدد الفولورز اكتر واحد انا شايفه افكتيف. صح، هي مش بالحجم، خد قدامك علشان ماشي ايا كان الحاجه، ايا كان الحاجه اللي انت بتعملها. اي حاجه، بص يا جماعه، اي حاجه في الدنيا ممكن يطلع منها فايده، واي حاجه في الدنيا ممكن تبقى ناجح.
الست اللي كانت بتعمل بابلز صابون لاولادها الصغيرين على الرصيف، بابلز هي عملت تركيبه فحطت عسل على البتاع فبقت تعمل بابلز باحجام كبيره، بتقف على مسارح البرودواي تقدم العرض بتاعها والتيكت بتاعتها $200. في اهيف من كده؟ خلاص قدرت تطلع من ده لما اتقنته، تمام، لما احسنت العمل قدرت تطلع من دوت حاجه تنفعها قدام. فانت في الاخر انت هتحسن عملك ولا هتعمل عمل زيه زي اي حاجه تاني؟ مين قال الرساله ان انت تقعد تقول؟ الرساله ممكن تبقى بافعالك، ممكن تبقى ان انت مثال يقتدى بيه تتحب. عايز اقول النهارده ان انا جو بقى مسوبراود وصاحبي وحبيبي عمل ومش عارف ايه، لا انا هقول على المعاني اللي انا عشتها مع استبرق وهي لسه بتشوف هي فين وهتكمل ولا لا وهتعمل ايه واللي بيحصل في البلد وهنقدر نواكب اللي بيحصل دوت ونكمل فيه ولا هنعمل ايه. فكان في دوشه كتير قوي كده انا عشتها، وعشت لحظات احباط مع حازم شخصيا. فالعزيمه ما كانتش هي برضو كده، فان كل ده يحصل وفي الاخر مره واحده انا بقول ده فعلا حقيقي ان مره واحده يبقى فيه كده، لان ده فعلا كان مره واحده، لان احنا كل اللي حصل بقول عليه ده حصل قريب جدا. فان مره واحده يبقى فيه كده ومره واحده يبقى فيه النجاح ده ما شاء الله، ده دليل يعني كأن مش كأن انا بشوف ان ربنا سبحانه وتعالى حاطط لنا النهارده نموذج بيقول لا انت لو انت في اخر الاحباط قوي احنا ممكن نعمل كده اهو، خلاص خلصت، انت بقيت جامد قوي. وده اللي حصل واحنا شفناه. اللي بيحصل مع استبرق النهارده نموذج بيموتيف كل الناس ان اي حد يقدر يبقى اي حاجه تحت اي ظروف وفي اي وقت. يوم طويل قوي يعني، بس يوم جميل جدا والله يعني حازم يعني من لما شفت النهارده في عينيه الفرحه كده، اللي هو اخيرا عملت اللي انا عايزه. والله حاجه حلوه جدا يعني لما الواحد يكون حاطط قدامه تارجت وبعد كده يعمله يعني. مبروك يا حازم، وان شاء الله ربنا يجعله يعني خير ليك ويرزقك يا رب، والف مبروك. يعني شفنا النهارده ناس كتيره تحس ان المكان فعلا بتاعها يعني، حتى من الناس اللي هم جايين يشتروا برضه تحس ان الناس دي مش اول مره تيجي المكان ده، مع انه اول مره مفتوح يعني، لسه النهارده الافتتاحي، لسه النهارده معمول، بس الناس اللي جم تحس ان ده مكانهم، مش داخلين محل غريب يعني مش عارفين حاجه، لا تحس ان دوت المكان بتاعهم يعني.